انت وقعت يا زمالك ولا الهوى اللي رماك؟ تعالى يا حبيب قلبي تعالى، لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهاردة علشان مهم جدا جدا جدا. فيديو النهاردة عن خسارة الزمالك امبارح، ويا ترى الزمالك خسر امبارح بس؟ لا اطلاقا، الزمالك خسر امبارح وفي توابع كتيرة جدا 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 ومشاكل من المفترض ان هي اتحولت ان هي مشاكل اكتر واكتر واكتر، ومفيش حاجة اتحلت. الزمالك امبارح بيخسر على ارضه وسط جمهوره من اتحاد العاصمة الجزائري بطريقة مضحكة وبطريقة كوميدية جدا جدا جدا. تخيل تبقى راسم سيناريو اللي انت تجيب جول وتوصل لضربات الجزاء علشان متأكد ان انت هتكسب، السيناريو يمشي معاك 100 على 100 والدنيا تظبط، توصل لضربات الجزاء تلاقي نفسك بتخسر وبتعيط وقاعد في الملعب مش مستوعب ايه اللي بيحصل. اتعودنا من زمان في الكورة ان الخسارة بتجيب خسارة والمكسب بيجيب مكسب، وكلنا اتكلمنا قبل الماتش ان الزمالك لو خسر الكونفدرالية هيبقى خسر الدوري المصري، والزمالك لو كسب الكونفدرالية هيبقى كسب الدوري المصري. لكن كالعادة يا سادة الزمالك بيخسر من الكونفدرالية علشان يفرحنا، الزمالك خايف علينا. وكمان يوم الاربع اللي جاي الزمالك هيخسر من سيراميكا كليوباترا ويفرحنا كمان ويروح يلعب كونفدرالية علشان ياخد حقه اللي حصل فيها امبارح. الزمالك امبارح في ارض الملعب يستحق الخسارة تماما 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 ذهابا وايابا. الزمالك ذهابا عمل ماتش كويس او ايوه عمل ماتش كويس، لكنه ما قدرش يحافظ على النتيجة، خسر 1-0. دخل ماتش الذهاب ربنا كرمك ان انت داخل الماتش يعتبر داخل كسبان 1-0، اول 3 دقايق ضربة جزاء للزمالك ويتم تسجيلها عن طريق عدي الدباغ. خلاص انت ربنا كرمك، الفرحة رجعت من تاني، المدرج هاج من تاني، ويلا يا زمالك يلا يا زملكاوي وسمعنا يا عم الحدوتة. سمعنا يا عم الحدوتة. انا سمعت ان الحدوتة بتزعلنا والله، مع اني والله انا بقعد اشغل فيديوهات سمعنا يا عم الحدوتة طول الوقت. بس السؤال هنا بقى، الزمالك بعد ما خسر الكونفدرالية امبارح مين اللي هيسمعنا الحدوتة؟ ايه ده انت بتعيط؟ انت بتعيط ليه؟ ده انت اللي بتسمعنا الحدوتة، ده انت اللي بتخلينا نسمع الحدوتة طول الوقت. بتعيط ليه؟ عليا النعمة دموعكوا طرب. طرب العياط اللي انتوا فيه ده، طرب طرب. انا ممكن اعمل مشروبي المفضل من دموع الزملكاوية. الزمالك كان يستحق انه يخسر الكونفدرالية فعلا زي ما قلت لحضراتكم ذهابا وايابا، خصوصا ايابا. فرقة كبيرة من المفترض ان هي فرقة كبيرة، يعني الزمالك بتلعب على ارضك وسط جمهورك في استاد الرعب استاد القاهرة. بس استاد الرعب ده الرعب ما بيشتغلش فيه غير على جماهير الاهلي، خلي بالك. لو جماهير الاهلي موجودة في الاستاد هي اللي ترعب، انما جماهير الضحك والكوميديا اسأل ابراهيم عادل وهو يقول لك الجماهير الفكاهي الجمهور الفكاهي. اسأله كده وهو هيقول لك، ارجع للفيديوهات واسمع. امبارح في استاد الرعب جمهور الزمالك ما قدرش يخوف اتحاد العاصمة، جمهور الزمالك ما قدرش يرهب اللعيبة. فكانت النتيجة ان الزمالك لعبته لعبة 5 دقايق، اول 5 دقايق في المباراة، وبعد كده سلام عليكم. 85 دقيقة بما فيهم الوقت الضايع لصالح اتحاد العاصمة وبس. لك أن تتخيل إن 45 دقيقة الشوط التاني اتحاد العاصمة زانق الزمالك جوه منطقة ال18، زانق الزمالك حرفيا. الزمالك مش عارف يتنفس، الزمالك ما راحش غير بهجمة واحدة غير الجول اللي جابه. هو الزمالك طول الماتش عمل ايه؟ ضربة جزاء مضحكة خدها سجلها جول، جاب هدف. ارجع نام ورا في الدقيقة 86 ولا 87، هجمة مرتدة للزمالك، ضربة رأسية من ناصر منسي يصدها الجول. بس ده اللي عمله الزمالك طول الماتش. تعالوا مع بعض نشوف الإحصائيات. ازاي تكون على ارضك وسط جمهورك وتكون دول احصائية؟ ازاي 9 تسديدات من اتحاد العاصمة على ارضك وسط جمهورك مقابل 3؟ 9 تسديدات مقابل 63% ولا 64% استحواذ لاتحاد العاصمة. ده ضحك، دي مش احصائية، دي ضحك على ارضك
وسط جمهورك في نهائي، مش ماتش مثلا بقى اقول لك في دور مجموعات ولا ماتش مش عارف ايه، لا انت بتلعب نهائي، نهائي قاري زي ما انت ما بتقول بالمناسبة يعني. زي ما طلع قناة الزمالك، طلعوا الإعلاميين المحترمين على قناة الزمالك طلعوا يقول لك في فرق بقالها 15 يوم بتتفرج على الزمالك وهو بيستعد لنهائي الكونفدرالية وبيلعب نهائي الكونفدرالية. فرق قاعدة فاضية مش لاقية حاجة تلعب فيها. أنا أعرف فرقة بقالها 15 يوم بتتدرب ومية مية وسمعنا يا عم الحدوتة، وفي الآخر ما سمعناش الحدوتة. والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا نمت امبارح من غير ما اسمع الحدوته. اللي مسمعنا الحدوته امبارح نضاي، مدرب اتحاد العاصمه. تخيل تخسر من اتحاد العاصمه وتخسر من نضاي، تخيل كده. وعلى فكره مدرب الاتحاد العاصمه على الله، على الله، فرقه اتحاد العاصمه لها كل التقدير والاحترام، بس على الله، ده فرقه مركزها في الدوري الجزائري المركز ال 12 في الدوري. هتقول لي اصل هي متأجل لها 5 ماتشات، اقول لك في الاول وفي الاخر المركز ال 12 في الدوري، كسبتهم هتبقى المركز الخامس في الدوري. انت في الدوري بتاعك متصدر الدوري، ورغم ذلك انت عارف اللي انت مش هتكسبه. دي لوحدها كارثة، انت متصدر الدوري ومن جواك عارف ومتأكد اللي انت مش هتكسب الدوري. من جواك ما عندكش ثقة ان انت هتكسب الدوري. ليه؟ لان الاهلي كاسر نفسك، والاهلي كاسر الثقة اللي جواك. ترى ايه هي اسباب خسارة الزمالك امبارح من اتحاد العاصمة؟ هو جمهور الزمالك اللي بينفخ في اللعيبة. جمهور الزمالك لعيبته مهما حصل بتنفخ في لعيبته، بيحسسك ان اللاعب ده مفيش زيه. عندك خوان بيزيرا فاموس البرازيلي، الزمالك حسسك ان ده اللاعب اللي هيجيب لي كل حاجة، ده اللاعب اللي هيوصلني لكأس العالم اللي انا ما وصلتلوش في حياتي اصلا. خوان بيزيرا هو اللاعب اللي هيبقى بوابة الزمالك لكأس العالم. ده بالنسبه لهم مارادونا النيل. يعني مش عايز اقول لك ان هم هيطالبوا ان بيزيرا فاموس يروح منتخب البرازيل يلعب في كاس العالم مع منتخب البرازيل. بيزيرا في الماتشات الكبيره صفر، في النهائيات صفر. ماتشات قدام الاهلي ماتشات كبيره صفر، في النهائيات قدام الاهلي في السوبر صفر، نهائي كاس الكونفدراليه صفر الصفر الصفر الصفر. مش موجود، مش موجود. تيجي لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد في نص الملعب داخل على 50 سنة، هو بيضحك عليهم اصلا. عبد الله السعيد بياكلهم الاونطه في نص الملعب. كرات ثابته ما عادش قادر يلعب كرات ثابته، جري ما عادش قادر يجري، لعب ما عادش قادر يلعب، اسيستات ما عادش عارف يعمل اسيستات. عبد الله السعيد موجود في نص ملعب الزمالك بيعمل ايه؟ عبد الله السعيد وبعدين عبد الله السعيد معروف اصلا في تاريخه كله. عبد الله السعيد من افضل صناع الالعاب في مصر على فكره، لا جدال في ذلك، مفيش نقاش في الموضوع ده. لاعب كبير جدا جدا جدا، لكنه حاليا عنده 41 سنه ولا 42 سنه. خلاص خلاص يا باشا، السن بيحكم. وغير كده عبد الله السعيد على مدار تاريخه ما بيظهرش في النهائيات. انت عمرك شفته في نهائي كبير اصلا لو هو مع الاهلي؟ يعني وهو مع الاهلي عمرك شفته في نهائي كبير؟ عبد الله السعيد يعتبر ما عملش حاجه في تاريخه في النهائيات او الكلام ده غير ماتش اوغندا في افريقيا اللي جاب فيه الجون في الدقيقه 93، وماتش يانج افريكانز مع الاهلي اللي جاب جون في الدقيقه 94 ولا الدقيقه 95 بدماغه بس. في النهائيات ما بيظهرش، في المواقف الكبيره ما بيظهرش، بيختفي اختفاء تام زي ما كان مختفي امبارح في ماتش الزمالك. نيجي لمحمد شحاته. محمد شحاتة امبارح ما كانش ينفع بكل المقاييس ان هو يشوط ضربة الجزاء رقم 8. حتى لما اتسأل معتمد جمال بيقولوا له انت ليه خليت شحاتة هو اللي يشوط، بيقول لهم اصل هو فاضل مين؟ مش فاضل غير محمد ابراهيم واسماعيل المصاب وعواد يشوطوا، التلاتة يشوطوا، هو يشوط اخر واحد بعد حارس المرمى. محمد شحاتة كان المفروض يشوط اخر واحد بعد حارس المرمى، اللي هو خلاص انت مضطر، هو اخر لاعب. محمد شحاتة في وسط الظروف اللي هو فيها لا يلام. محمد شحاتة ربنا يكون في عونه بصراحة يا ابني، ربنا يكون في عونك، وانت ما تتلمش خالص. واحلى حاجة مفرحة الواحد ان جمهور الزمالك فاهم ده، وجمهور الزمالك في ظهرك وبيدعمك، وعارف ان انت مش سبب خسارة الزمالك امبارح، عشان ما تحطش في نفسيتك
وتقول انا السبب. لا، مش انت السبب. هي كانت متقدرة ان الزمالك يخسر. الزمالك على مدار 90 دقيقة ضايع، على مدار 180 دقيقة بمجموع اللقاءين ضايع مش موجود. الزمالك كان مختفي في نهائي الكونفدرالية، فكان الطبيعي ان هو يخسر. مش انت السبب ابدا في خسارة الزمالك لنهائي الكونفدرالية. قصة ايقاف القيد ايه اللي هيحصل فيها؟ الزمالك كان معتمد على ايقاف القيد بطريقة رهيبة جدا، ان هو هيفك ايقاف القيد لما يكسب الكونفدرالية. هو كسب الكونفدرالية، ياخد 4 مليون دولار، هيفك القيد، هيدفع رواتب اللاعيبة اللي موجودين، هيعمل صفقات، هيعمل كل حاجة، يبدأ الموسم الجديد على نضيف. لكن الزمالك خسر امبارح. طب الزمالك هيعمل ايه في قصة ايقاف القيد؟ الزمالك لو ما فكش القيد مش هيلعب دوري ابطال افريقيا، بسبب ان هو مش هياخد رخصة المشاركة في دوري ابطال افريقيا بسبب الديون اللي عليك وبسبب القضايا اللي عليك. حلو الكلام. حلو الكلام. الكاف مش هيبعت للزمالك غير 500 ألف دولار بس، لأن الكاف هيخصم من الزمالك 500 ألف دولار بسبب الانسحاب أمام الأهلي في السوبر الإفريقي. لو تفتكر لما أنت سبت الملعب وخرجت وقعدت تعيط بره بسبب ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس. حمزة المسلوسي كان فارم رجل أكرم توفيق جوه منطقة الجزاء، وكانت واضحة وضوح الشمس ساعتها، وساعتها أنت انسحبت وسبت الملعب. فالزمالك هيتخصم منه 500 ألف دولار بسبب الحدث ده، وهيتخصم منه 500 ألف دولار بسبب، لا، ال 500 ألف دولار اللي هيتخصموا بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي، وبسبب أحداث نهائي الكونفدرالية في 2024. طب الزمالك هيفك القيد ازاي؟ الله أعلم. الزمالك هيحل القضايا اللي عليه ازاي؟ الله أعلم. الزمالك كان حاطط كل أمله، إدارة الزمالك كانت حاطة كل أملها على ال4 مليون دولار اللي هيجوا من بطولة الكونفدرالية. مشكلة في نادي الزمالك ان هو هيفضل بالعقلية اللي هو فيها. المشكلة ان هو ما بيبدأش يبص على فنيات، ما بيبدأش يبص لمشاكل الفريق، ازاي احل، ازاي اعمل. هما بيتكلموا على الفاضي. يعني عندك الكابتن التاريخي لنادي الزمالك كابتن خالد الغندور طالع يقول لك ان الدوري اهم 900 الف مرة من بطولة الكونفدرالية. هو طول ما هو موجود في بطولة الكونفدرالية هيحسسك ان الكونفدرالية دي عبارة عن كاس عالم مصغر. ده كاس عالم بالنسبة لهم، ومش مصغر، ده كاس عالم كبير جدا. ده كاس العالم للمنتخبات مش للفرق. لما يطلع من البطولة بيشوف البطولة اللي بعدها اللي هو لسه موجود فيها، ويقدر ان هو يكسبها او ما يكسبهاش لسه محدش عارف. بيقول لك عليها اهم مليون مرة من اللي راحت. وهكذا بقى، وهكذا. زي هيثم فاروق امبارح على قناه بين سبورت طالع يقول لك ان بعد ما قبل ما الماتش ما يبدا، البطوله دي بطوله قاريه وبطوله مهمه جدا لنادي الزمالك. والنادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيمثل بلده وبيمثل مصر. بعد ما البطوله انتهت واتحاد العاصمه هو اللي كسب، قال لك نادي الزمالك بطوله الدوري اهم مليون مره. ونبدا نبص لبطوله الدوري اللي لازم نحققها لانها اهم بكتير من بطولة الكونفدرالية. هم دول عقلية الزملكاوية، هي دي عقليتهم. هل هم هيتغيروا؟ لا. هل هم هيبدأوا يبصوا لفرقتهم ويبدأوا يبصوا للمشاكل اللي عندهم ويبدأوا يشوفوا حلول للمشاكل؟ لا، هي دي عقليتهم. انا موجود في البطولة، اذا البطولة دي مفيش منها. انا طلعت من البطولة، هيقلل لك من البطولة وهيدخل يصيح للبطولة اللي بعدها ويقول اصل البطولة دي كانت قارية، لا بعد ما خلصت، لا ده زيها زي ايه، دورة رمضانية. طب البطولة ديت، لا ده دوري العام، لا ده مش عارف ايه. الزمالك بنشوف معاه العجب، الزملكاوية بنشوف معاهم العجب، ما بقيناش عارفين نمشي معاكم ازاي. الزمالك كان قدامه بطولتين اتنين يطلع بيهم من الموسم ويطلع بموسم كويس من وجهة نظرهم. الزمالك لما ياخد الدوري وياخد الكونفدرالية ده بالنسبة لهم هم كده توب التوب التوب. فدلوقتي الزمالك خسر الكونفدرالية. طب يا ترى هيخسر الدوري ولا لأ؟ هنشوف. علي ماهر قاعد مستنيهم، قاعد مترقب. هنشوف الماتش ان شاء الله يوم الاربعاء، هنشوف يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى ايه اللي هيدور في المباراة. هل الزمالك هيقدر يرجع نفسية اللاعيبة من تاني ونفسية الجمهور من تاني، ويقدر يكسب بالدوري ويقدر يبقى بطل الدوري، ولا الزمالك هيدخل في دوامة جديدة والدوامة دي مش هيخرج منها لأنه هيبقى خسر كل حاجة؟ وساعتها بقى مش هيبقى في فك قيد، مش هيبقى في بطولات، مش هيبقى في أي حاجة خالص. وساعتها هيبقى مجلس الإدارة مفيش قدامه غير إن هو يستقيل. لان امبارح حصل مواقف كتير جدا جدا جدا
تحزن ومواقف يعني تزعل والله العظيم. انا شفت موقف امبارح في المدرجات، يعني شفت فيديو لواحد كان بيقول لمجلس إدارة الزمالك اخويا مات بسببكم، امشوا وسيبوا النادي. إدارة الزمالك ودت نادي الزمالك في 60,000 داهية. فيا ترى الزمالك هيرجع هو الزمالك اللي احنا نعرفه ونرجع نحفل عليه من تاني؟ احنا كده كده بنحفل عليه، سواء هو الاول التاني التالت، الزمالك كده كده بيتحفل عليه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى الزمالك هيكسب الدوري ولا لا؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك. سلام.